تعالوا النهاردة بقى معرفكم طريقة المطاعم السرية لألذ وأجمل مكرونة ألفريدو بالدجاج، أسهل وأسرع طريقة ليها وفي حلة واحدة 10 دقايق بالظبط وتكون جاهزة معاكم. هنحتاج صدرين دجاج، هاخد كل صدر فيهم وأقسمه نصين بالشكل ده. طبعا الصدور متنضفة ومغسولة كويس بس بنقطعها نصين. معايا كده 4 قطع من الصدور وممكن تعملوا أكتر من كده لو حابين. بنتبلها بملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من التوم الباودر، وهنحتاج كمان زعتر، يعني زي نص معلقة صغيرة كده من الزعتر، ونتبلها بيهم كويس جدا ونتبلها من الناحيتين، ونتأكد ان التتبيلة جت على كل مناطق او اجزاء الفراخ. وفي طاسة على النار حطيت 3 معالق من زيت الزيتون، ممكن تحطوا زيت عادي مفيش مشكلة. حطيت الفراخ والنار هادية واسيبها بقى تاخد لون بالراحة، يعني افضل اقلب فيها كده لحد لما تاخد لون حلو ومحمر من الناحيتين. بس اهم حاجة النار تكون هادية علشان تستوي كويس، تستوي من جوه سوا كامل. فتهدوا النار وتفضلوا تقلبوا فيها كده بقى لحد لما تاخد اللون ده. بنرفعها على جنب، وفي نفس الطاسة بنحط قطعة زبدة والنار لسه هادية برضو مش عالية، يعني هادية مالية للمتوسط كده. بصلاية صغيرة متقطعة نديها تقليبة، البصل يدبل شوية بننزل عليه بفص توم بنهرسه أو نفرمه كده. أول ما التوم يطلع ريحته ننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الدقيق، تقليبة ويبقبقوا مع بعض. الدقيق يستوي كده شوية يعني دقيقتين. حطيت عليهم كوباية من الكريمة، وممكن تحطوا حليب كامل الدسم، أو لو عندكم علبة قشطة تاخدوا منها معلقة كده وتحطوها مع كوباية الحليب يبقى حلو كمان، أو حتى قشطة وش اللبن. نضفت الكوباية كده بشوية مية، حطيتها كوباية من المية السخنة، ومعايا مرقة. تقدروا تستخدموا شوربة لو مش عايزين تحطوا مرقة، يبقى كوباية شوربة دجاج أو شوربة لحمة، أو كوباية مية سخنة وتحطوا مكعب مرقة زي ما أنا عملت كده. أنا ما كانش عندي شوربة. نهدي النار ونسيبها بقى تغلي على نار هادية كده شوية وتبقبق على ما نسلق المكرونة. أي نوع مكرونة، سباكيتي، لينجويني، فيتوتشيني، أي حاجة عندكم أو أي حاجة متوفرة. ممكن تستخدموا بيني، تستخدموا مكرونة صغيرة، تستخدموا مكرونة صدف، اللي موجودة عندكم. أنا استخدمت لينجويني، هي اللي كانت موجودة عندي في البيت. المكرونة تتسلق 3/4 سلقة، ناخدها بقى ونحطها على الصوص بتاعنا. النار هادية، ناخد كمان شوية من مية سلق المكرونة وبنحطها عليهم، ونخفف الصوص بقى لو لقيناه تقل ولا حاجة بالمية دي بتنقلها في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم مية سلق المكرونة حلوة جدا في تخفيف الصوصات، وكمان بتخلي المكرونة تتسوي بالمية بتاعتها، تبقى شاربة من نفسها كده. طبعا هي مستوية 3/4 سلقة، علشان كده احنا مهدين النار وسايبينها تكمل سوا مع الصوص علشان تشرب منه ويبقى خلاص هما الاتنين داخلين في بعض. اخر حاجة بقى بنحط حفنة كده، يعني كبشة كده في ايدينا، جبنة بقى بارميجان، جبنة بره الميزان او جبنه شيدر. الجبنه المحببه عندكم ممكن تحطوا جبنه رومي. الجبنه البارميجان طبعا هي اساسيه في الوصفه دي، ولكن ممكن تحطوا اي جبن تاني. حطيت كمان شويه بقدونس مفروم كده، معلقه كده ولا حاجه. نديها تقليبه كده، اتاكدوا انها استوت تمام، والصوص بقى سمكه مظبوط. تقدروا تخففوه، تقدروا تقلوه زي ما انتوا حابين. معاكم ميه سلق المكرونه بتستخدموها في تظبيط الصوص بتاعكم. اول ما تحسوا ان المكرونه استوت والصوص تمام، خلاص كده بقت جاهزه معانا. شوفوا بقى شكلها يجنن ازاي. ناخد بقى الصدور ونقطعها شرايح كده ترتاح كده وتهدى شوية، ونقطعها بقى ونحطها فوق المكرونة بالشكل ده. رشة من البقدونس كده على الوش للتزيين، وبس كده بقت جاهزة معانا. شايفين بقى الصوص بتاعها كريمي وعامل ازاي؟ أكلة في حلة واحدة، مفيش أسرع من كده ولا ألذ من كده. في الجو الحر والفرهدة دي مش عايزين نفتح الفرن وعاوزين نعمل حاجات سريعة كده ولذيذة كمان في نفس الوقت. وجبة متكاملة وبسيطة ومش هتاخد منكم وقت في تحضيرها، وهتخلص كلها مش هيبقى منها حاجة. أحلى فعلا من طريقة المطاعم بكتير كمان. لو جربتوها هتتأكدوا قد إيه هي فعلا نفس اللي بتاكلوها بره. وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها. نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.